بخصوص عقلة وترشيد استعمال الماء، لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايين لتعبئة الموارد المائية في المقابل تتواصل مظاهر على الماء مسؤولية وطنية تعم جميع المؤسسات والفعاليات، وهي أيضا أمانة في عنق كل مواطن. إذا في حماية الملك العام المائي وتفعيل شرطة الماء والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه، كما ندعو بقوة المزيد من التنسيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لا سيما في فترات الخصاص العمل على تنميم الوعي بالتدقيق. وفي نفس الإطار وجه الاعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها. ونود أن نكون أخيرا على ضرورة تشجيع الابتكار واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء. وفيما يخص الأقاليم الجنوبية المملكة فقد ساهمت محطات وذلك بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة التي تتوفر عليها هذه الأقاليم، وذلك بما يستجيب لحاجيات الساكنة.